حبايبي اللي بيتابعوني من كل مكان، اهلا وسهلا بيكم. يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض وصفة دوناتس مخبوزة لذيذة جدا جدا وخفيفة وهشة واوفر والذ بكتير جدا جدا من الدوناتس المقلية. انا متأكدة ان انتوا لو عملتوها بجد هتعتمدوها وهتبطلوا تعملوا الدوناتس المقلية دي خالص. سهلة جدا جدا وبطريقة سهلة وبسيطة، مكونات متوفرة في البيت ان شاء الله. هنعملها مع بعض النهارده. شايفين هشة ازاي؟ لونها فاتح ازاي من جوه؟ بجد لذيذة جدا. معايا هنا في المكونات 2 صفار بيضة بدرجة حرارة الغرفة، وكوباية دقيق عليها معلقتين كبار دقيق، وتلتين كوباية حليب، ربع كوباية سكر، وربع كوباية زيت عباد الشمس، معلقة كبيرة خميرة، ومعلقة صغيرة فانيليا. عندي هنا تلتين كوباية الحليب بيكون دافين، حط عليهم ربع كوباية السكر والمعلقة الكبيرة الخميرة، وهقلب كويس جدا. الخميرة تمتزج كويس جدا مع السكر والسكر يدوب. لازم نعمل الخطوة دي يا جماعة، لان لو عملناش كده الخميرة للأسف هتفضل محببة في العجينة وباينة، ومهما عجنت للأسف الشديد هتفضل موجودة ومش هتختفي بسهولة. فلما ادوب الخميرة كده مع الدقيق في الأول اضمن انها دابت كويس. سيبناها بالظبط 10 دقايق ربع ساعة وبدأ الفوم ده يتكون زي ما انتم شايفين كده فوق اللبن، فمعنى كده ان الخميرة خلاص تفاعلت ودابت كويس جدا مع اللبن. هجيب بقى البولة بتاعتي او العجان، هضيف فيه الخليط بتاع اللبن مع الخميرة والسكر، وكوباية ومعلقتين كبار دقيق. هنبدأ بكوباية ونزود على حسب سمك العجينة، هتشوفوا معايا في الفيديو بالظبط. وربع كوباية زيت عباد الشمس، وعندي هنا 2 صفار بيضة والفانيليا. هبدأ اعجن هنا. هنبدأ زي ما اتفقنا بكوباية، وهزود معلقة معلقة لحد ما العجين يلم معايا. هو العجينة هتبقى بتلزق شوية، بس في نفس الوقت قادرة اتحكم فيها وقادرة افردها وقادرة امسكها زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. ده سمك العجينة، شايفين؟ هو ده بالظبط، هو دي العجينة اللي انا عايزاها. لازم تبقى طرية بالمنظر ده عشان الدونات تطلع هشة وخفيفة معايا. كورتها بالشكل زي ما انتم شايفين، وعجنتها طبعا كويس لحد ما بقت ناعمة بالمنظر ده. وهحطها هنا في البولة مدهونة بشوية زيت، وهغطيها بستريتش فيلم او بكيس، واحط عليها فوطة واسيبها تتخمر طبعا على حسب درجة حرارة الجو. لو الجو حر مش هتاخد نص ساعة وتكون خمرت، لو الجو برد ممكن تاخد ساعة او اكتر على حسب درجة حرارة المطبخ عندي. هنا تضاعف حجمها ما شاء الله. العجينة حلوة جدا، متأكدة انها تعجبكم. صفار البيض مهم جدا يا جماعة في العجينة عشان تنجح معاكي. هنا هبدأ بقى اشكل بقى العجينة بتاعت الدونات. هفرد، هرش حبة دي صغيرين جدا جدا عشان اتأكد ان العجينة مش هتلزق معايا، وهنزلها كده وهبدأ افرد بسمك 1 سنتي. الدوناتس كل ما كانت السمك بتاعها حلو 1 سنتي يعني يعتبر سمك متوسط، هتبقى جميلة معايا. لما تبقى رفيعة قوي هتبقى شبه القرص، لو تخينة قوي مش هتبقى حلوة برضو في السوا. فنعملها بالسمك اللي هتشوفوه معانا في الفيديو بعد ما فردتها بالمنظر ده. هجيب صاج عندي او صينية تدخل فرن، هدينا دهنة زيت خفيفة او احط لها ورق زبدة المتوفر عندي. القطاعة المدورة ديت او اي حاجة مدورة عندي في المطبخ اقطع بيها عادي خالص. ده السمك، شايفين؟ هو ده السمك المظبوط بتاع الدونات عشان تطلع معايا حلوة. قراها طبعا هتضاعف، حجمها هيتضاعف لما تخمر، وحجمها هيتضاعف كمان لما تدخل الفرن. القطاعة هحطها الاول في الدقيق واقطع عشان تسهل عليا وما تلزقش، والقطعة تطلع متساوية مظبوطة بالظبط. هخلص هنا الكمية كلها زي ما انتم شايفين، وبعدين هجمع العجينة اللي فاضلة وهحاول ان انا المها على بعضها واكورها. اهو عامل معايا الكمية دي زي ما انتم شايفين. هكور العجينة اللي فاضلة كويس جدا واحطها في طبق واغطيها عبال ما اخلص الكمية دي تكون ارتاحت معايا شوية عشان اعرف اشكلها. طبعا هعمل فاصل 2 سنتي مثلا ما بين كل واحدة وواحدة علشان نراعي انها هتخمر وهتزيد عشان ما يلزقش ببعض. عملنا الكمية دي اول حاجة، هغطي واحطها في مكان دافي علشان تخمر. طبعا دي نقطة مهمة جدا، لازم اتأكد انها خمرت كويس جدا عشان تطلع هشة معايا. ده الشكل التاني. هقطع دايرة عادي، وبعدين هجيب اي دايرة صغيرة. انا جبت ديت بتاعة الكريم شانتيه. ممكن نستخدم مثلا غطا ازازة، غطا ازازة زيت او غطا ازازة حاجة ساقعة او اي حاجة هتعمل معايا برضو نفس الشكل. ده الشكل التاني
من الدوناتس. خلص كل الكمية برضو وهنحطها تخمر. هنا بعد ما خمرت معايا، درجة حرارة الفرن يا جماعة هتكون 200، وهحط في الصاج الاخير لا اللي فوقه علشان تستوي بسرعة وما تاخدش وقت في الفرن وتنشف. اول ما تحمر من تحت على طول هولع الجريل وهطلع فورا. مش بتاخد وقت خالص في السوا، زي ما انتم شايفين هشة جدا وقطنية خفيفة جدا. انا ببقى ماسكة الدوناتس على ايدي كده ومش حاسة بوزنها من كتر انها خفيفة جدا جدا. هنا جهزت الحشوات وجهزت سكر بالقرفة، معلقتين سكر ومعلقة قرفة. وعندي هنا الحشوة شوكولاتة عليها قشطة عشان اكسر طعم الشوكولاتة المسكر قوي. وهنا مربى اي نوع تفضلوه، وديت حشوة كاستر. انا بحب اعمل كاستر جاهز لانه مكلف جدا في البيت، وطعم الجاهز بالنسبة لي بحبه اكتر يعني. هيسيحت هنا شوية زبدة صغيرين، وهبدأ ادهن الدوناتس من بره علشان الزبدة بتدي طعم حلو جدا جدا للدوناتس المخبوزة، وكمان عشان انا السكر والقرفة دول يلزقوا عليها من فوق. طبعا هي انا بالنسبه لي ده احلى طعم، السكر والقرفه دول احلى طعم. ممكن هنا كمان اخرم الدوناتس لما تبرد شويه بسكينه او بخله، وادهنها برضو بالزبده دي بقى عشان هحشيها، مش هحط عليها سكر من بره عشان ما تبقاش مسكره قوي يعني. زي ما انتم شايفين حشوات. ممكن يا جماعه نشيل الدوناتس بعد ما تطلع من الفرن وتبرد، نشيلها في كيس تلاجة مقفول كويس ونحطها في الفريزر، ونطلع نسخن في الميكروويف ونحط الزبدة عليها بعد كده، ونحط عليها السكر والقرفة. الخليط اللي احنا عملناه ده هتبقى حلوة جدا جدا برضو. كمان الشكل التاني اللي احنا عملناه ناجح جدا، والاولاد بيحبوا الشكل التقليدي للدوناتس اكتر. لونها مظبوط، شكلها حلو جدا، خفيفة وهشة ولذيذة جدا جدا. شايفين مفرغة من جوه ازاي ولونها تحفة ازاي. متأكدة انتوا لو جربتوها هتعجبكم جدا. ويلا بينا على الجزء التاني من الفيديو. لو أول مرة تشوفني، أنا دكتور سارة عبد العاطي، ودي أول قناة طبخ عربية بتقدم محتوى علمي سهل وشيق ومفيد لكل أفراد الأسرة عموما وللأم خصوصا. ده الفيديو رقم 25. اتكلمنا في ال24 فيديو اللي قبل كده عن التغذية الصحيحة لمرضى السكر، أساسيات التغذية الصحيحة للطفل، وإزاي أدخل بدايل صحية، وإزاي الطفل يتقبلها معايا بكل سهولة. اتكلمنا كمان عن الفرق ما بين الكركم والكاري والقيمة الغذائية الجبارة للكركم، وإزاي ادخل كميات كويسة جدا حصة يومية من الكركم في الاكل. اتكلمنا كمان عن حساسية الطعام وازاي ممكن تكون خطر جدا وبتهدد الحياة. اتكلمنا كمان عن 8 نصايح مهمين جدا جدا لمواجهة نزلات البرد في فصل الشتاء. اتكلمنا كمان عن القيمة الغذائية والصحية لمجموعة كبيرة جدا من المكونات اللي استخدمناها في فيديوهاتنا. كل الفيديوهات دي واكتر هتلاقوها عندي على القناة. اتمنى تدعموني باشتراك في القناة ولايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. ندخل بقى على فيديو النهاردة. معظمنا بيشترك في نفس الهدف اللي هو التمتع بصحة جيدة. أول حاجة بتيجي في بالك لما تسمع الجملة ديت هو أكيد طبعا ممارسة الرياضة بانتظام وتناول طعام بشكل صحي ومتوازن. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا إيه هو بالظبط الطعام الصحي المتوازن؟ في جملة مشهورة بتقولك الكثير من أي شيء سيء لك. Too much of anything is bad for you. يعني أي حاجة حتى لو كانت صحية لو كلت منها كميات كبيرة ده ممكن يبقى مضر لصحتك. وبناء عليه لازم نعرف ان الطعام الصحي المتوازن بيتكون من 7 عناصر اساسية. ال7 عناصر الاساسية دي هي الكربوهيدرات، البروتين، الدهون، الالياف، المعادن، الفيتامينات والمية. هنتكلم النهاردة عن 3 من العناصر ديت ان شاء الله باذن الله بالتفصيل. هنقول ليه الجسم محتاجهم، وهنقول انواعهم، وكمان هنقول كمياتهم. هنبدأ بأول حاجة وهي الكربوهيدرات. الكربوهيدرات يا جماعة مصدر مهم جدا من مصادر الطاقة، ويعتبر المصدر الرئيسي اللي بتستخدمه أجسامنا لإنتاج الطاقة. المفروض إن الإنسان الطبيعي من 50 ل 60% من الوجبة بتاعته تكون كربوهيدرات. الكربوهيدرات بتتحول جوه الجسم الجلوكوز، والجلوكوز ده لما بيتكسر بيدينا طاقة. الطاقة دي هي الوقود لدماغنا ولعضلاتنا. تخيل انت لو الوقود اللي بيحرك دماغك وعضلاتك ما بقاش موجود. المشكلة بقى في الكربوهيدرات ان الناس متخيلة ان الكربوهيدرات ديت يعني سمنة. ده غلط. الكمية المناسبة اللي بتاكلها في الجسم مش بتعمل اي مشاكل. لما تعلي بقى الكمية وتاكل اكتر من احتياج جسمك كده الزيادة هيتحول لدهون ويسبب سمنة. وكمان حاجة مهمة جدا، مش كل الكربوهيدرات ينفع ناكلها وصحية.
الكربوهيدرات المعقدة هي الكربوهيدرات الصحية، زي ايه؟ زي الفاكهة، زي الخضار، زي الحبوب الكاملة. خد كل حاجة من المصدر بتاعها من غير تغيير. يعني عندك مثلا دقيق، ليه ناخد دقيق منزوع منه النخالة؟ ما احنا ممكن ناكل دقيق بالحبة الكاملة. ليه ناكل مكرونة من دقيق بيور؟ يعني ممكن ناكل مكرونة معمولة من الشوفان او معمولة من القمح الكامل. يبقى خد الحاجة من المصدر بتاعها من غير تعديل، كده جسمك هياخد وقت طويل في تكسيرها وهتحس بشبع فترة طويلة ومش هتعلي سكر الدم عندك بسرعة. تاني عنصر لازم يتوفر في الوجبة الصحية المتوازنة هو البروتين. البروتين عنصر مهم جدا لتنظيم جميع الأنشطة داخل خلايا الجسم. يساعد البروتين على النمو وإصلاح جميع خلايا وأعضاء الجسم. كمان بيساعد على تطوير الهرمونات والإنزيمات، نمو العضلات والعظام. كمان ليه دور مهم جدا في إنه بيساعد على تقوية جهاز المناعة، لأن الأجسام المضادة أصلا بتصنع من البروتين. المفروض الشخص الطبيعي الوجبة بتاعته بتحتوي على من 15 ل 25% من البروتين. بينقسم البروتين عندي لبروتين حيواني زي اللحمة والسمك والفراخ والبيض ومنتجات الألبان، أو بروتين نباتي زي المكسرات والبقوليات. طيب هل تناول كمية كافية منتظمة يوميا من البروتين يساعد على خسارة الوزن؟ أيوة، تناول كمية منتظمة بشكل يومي من البروتين، بروتين خالي من الدهون، يساعد على بناء العضلات وخسارة الوزن. ولكن لو كمية البروتين كانت أكبر من احتياج الجسم، للأسف الشديد البروتين الزيادة الجسم هيخزنه على شكل دهون، وده طبعا هيسبب زيادة في الوزن مش نقصان في الوزن، وهيسبب مشاكل كمان زي عسر الهضم والجفاف والغثيان. تالت عنصر مهم جدا جدا توفره معايا في نظام صحي متوازن هو الدهون. الدهون في ناس بتفتكر ان لا، وانا لازم امنع الدهون منعا باتا علشان اخس وعلشان ما اتعبش. للاسف الشديد ده غلط جدا جدا، لان الدهون فيه دهون جيدة وفي دهون سيئة. والدهون مهمة جدا لتنظيم درجة حرارة الجسم، ومهمة لامتصاص الفيتامينات، ومهمة لإمداد الجسم بالطاقة، وما ينفعش أصلا بأي حال من الأحوال إن احنا نستغنى عنها. المفروض الإنسان الطبيعي يكون الوجبة بتاعته بتحتوي على من 10 ل 20% من الدهون الجيدة. الدهون الجيدة يا جماعة بتدعم صحة القلب، وكمان بتؤثر على إنتاج الكوليسترول الجيد ال HDL والضار ال LDL في الجسم. طيب إيه بقى أمثلة للدهون الجيدة؟ الدهون الجيدة عندي دهون أحادية غير مشبعة زي زيت الزيتون وزيت الكانولا والأفوكادو والزيتون والمكسرات. عندي دهون متعددة غير مشبعة زي الأسماك والجوز وبذور الكتان وبذور عباد الشمس. النوع التاني من الدهون وهو الدهون السيئة ممكن يسبب لي انسداد في الشرايين، ممكن يسبب لي زيادة في مستوى الكوليسترول الضار في الدم، ممكن كمان يؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض القلب. الدهون السيئة عندي منها دهون مشبعة زي كل الفاست فود المقلية، اللحوم الحمراء، القشطة، زيت جوز الهند، زيت النخيل. وعندي كمان منها دهون متحولة، كل الحاجات اللي في السوبر ماركت زي الكعك والشيبسي والبيتزا والدونتس المقلية وأي حاجة بتحتوي على زيوت مهدرجة. وبكده هنكون خلصنا جزء من العناصر من 7 عناصر المهم توفرهم في غذاء صحي متوازن، وهنكمل ان شاء الله باذن الله مع بعض في الفيديوهات القادمه باقي العناصر ان شاء الله. اتمنى بجد فعلا تكونوا بتستفادوا ولو استفاده بسيطه من الفيديوهات اللي بقدمها والمعلومات اللي بقدمها، لاني بتعب جدا جدا في الفيديوهات بصراحه. واتمنى تكون فعلا في ناس بتستفاد من المعلومات اللي انا بقدمها في الفيديوهات دي. ادعمونا بلايك الفيديو عشان يوصل اكبر عدد من الناس، وسبسكرايب للقناه. ودمتم في رعايه الله وامنه. كانت معكم دكتور سارة عبد العاطي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.